اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل طريقه عمل البيتزا، هنعملها كده بطريقه سهله وبسيطه وبجد تحفه. المقادير عباره عن ايه؟ معايا 3 كوبايات من الدقيق، ومعايا معلقه صغيره من السكر، ومعايا نص معلقه من الملح، ومعايا باكت من الخميره، وميه دافيه فقط لا غير. طبعا انت حابه تحطي مثلا لبن بودر، او حابه تحطي زبادي، اللي انت حباه حطي. طبعا دي اسهل حاجه لطريقه عمل البيتزا. طبعا دول الكوبايات، 3 كوبايات من الدقيق. احط بقى على الدقيق الباكت من الخميره الفوريه، واحط عليهم السكر، واحط عليهم الملح، واقلبهم كده مع بعض، وبعدين احط الميه الدافيه حسب العجن. مبدئيا كده اول ما نبدأ في اي حاجة انا محتاجة بس اقول لكم على حاجة يعني وكده. قبل ما نبدأ في اي حاجة عاوزاكم بس تدعوا لاحمد ابني، ان هو بس تعبان شوية فهو محتاج بجد دعواتكم. ادعوا له، دعوة الغريب مستجابة وكده يعني. امان عليكم اللي يسمع الفيديو بتاعي يدعي لاحمد ابني، لان هو بجد تعبان قوي. يعني هو عنده كده شوية مشاكل صحية وتعبان، فهو محتاج ايه دعواتكم وكده. امان عليكم اللي يشوفوا الفيديو بتاعي يدعي لاحمد ابني. وامان عليكم اللي يشوفوا الفيديو بتاعي مش يا دوبك يسمع كده منه حاجة كده صغيرة وبعدين يعمل الفيديو على طول. امان عليكم تسمعوا الفيديو للاخر، لانه ممكن يعني ايه لما بتيجي تسمعوا الفيديو من الاخر ده طبعا بيتحسب لي ساعات وبيتحسب لي مشاهدات وكده، لان انا بجد تعبت في القناه بتاعتي جدا. يعني دي رابع قناه انا عملتها. يعني انا عملت 3 قنوات وما نجحوش، ودي القناه الرابعه. يعني تعبت جدا. يعني انا دخلت لما جيت انزل اكل وكده ف فكنت مفكرة ان الموضوع سهل وكده. لا، الموضوع صعب جدا. يعني الموضوع انك تعملي فيديو وتنشري فيه اكلات، يعني تعملي فيه اكلات وتدليها. كنت بصراحة بحسب المشاهدات بتيجي على طول وكده، لا، مال الموضوع صعب جدا. انت ممكن تنزلي فيديو وما يجيش عليه مشاهدات، وممكن تنزلي فيديو يجيب عليه مثلا 20 مشاهدة، 30 مشاهدة. طبعا المشاهدات دي قليلة جدا. يعني احنا قد ايه بنتعب، قد ايه بنعمل مجهود كبير لما بنيجي نعمل الفيديو، او بنيجي نمنتج الفيديو، بنيجي يعني ايه موضوع يعني ايه مجهد يعني. ففي الاخر مثلا انت ممكن الفيديو يجيله 20 مشاهدة، يجيله 10 مشاهدات. يعني بجد حرام قد ايه بنتعب في الفيديو. اتمنى اللي يشوف الفيديو بتاعي يشوف الفيديو من الاول للاخر ويدوس لايك. يعني قد ايه يعني ممكن في ناس بتشوف الفيديو بتاعي وما بتدوس لايك. يعني قد ايه انت لما بتدوسوا لايك بتخلوني كده افرح، او بتبعتونا مثلا تعليق حلو، قد ايه بتفرحونا كده يعني. اتمنى يعني انكم تعملوا كده. اولا انا عجنت العجينه. نخش بقى في موضوعنا. انا عجنت العجينه كويس جدا، وبعد ما عجنتها انا هسيبها ايه حطها كده في البوله، وهسيبها ايه تخمر. غطيتها كده برول ستريتش وهسيبها ايه تخمر. اروح مغطياها كمان بحاجه كده وهسيبها تخمر براحتها. العجينة دي سهلة وبسيطة وبجد تحفة جدا، من غير اي مثلا زبادي لبن بودر والكلام ده. طبعا عجينة زي اي عجينة هتطلع معاكي طعمها تحفة وروعة. ادي العجين. طبعا الحشوة حسب بقى ما انت محبة هتحشيها بايه. طبعا الحشوة دي اذواق. انت مثلا عاوزة تشوفي هتحشيها بايه. طبعا النهاردة انا هحشيها بلانشون، اللي انت حباه بقى. عاوزه تحشيها مثلا بتونه، عاوزه تحشيها بفراخ، عاوزه تعمليها بخضار بس، عاوزه تحشيها بلحمه، عاوزه تحشيها بجمبري، اللي انت حباه. الحشوات دي حسب ما انت ما حبه. طبعا انا معايا باكت من الجبنه الموزاريلا. طبعا هي الجبنه الموزاريلا دي حلوه، بس كانت البيتزا اللي انا عملتها كانت قليله. فالمهم الاول نخش في الموضوع. ادي العجينه بعد ما خمرت اتخمرت كده وبقت معانا تحفة جدا. وبعدين كده بروح اعملها كده من النص، مفيش خمراه. يعني ايه بعمل خمراه، بهبط خمرها علشان اعملها
معاكم بالدقيق، افردها معاكم بالدقيق تتفرد معايا بكل سهولة. يا حبايب قلبي، نقطع كده. انا قسمت العجينة بتاعتي على ايه، على 2. افرد كده بايدي. طبعا انت لو عندك نشابة طبعا هتفردي كده من النشابة، مش عندك هتعمليها بايديكي. انا هفضل اعمل كده، هفضل حطيت كده رشة من الدقيق وافضل كده اعملها بايدي. طبعا هتتعمل معاكي بكل سهولة جدا. زي ما قلت لك، انت عاوزه تفرديها بالنشابه ماشي، عاوزه تفرديها بايديكي برضو ماشي. طبعا انا فردتها بايديا، وبعد ما فردتها جبت صينيه كده وحطيت فيها، وبعدين ادهن احطها كده العجينه في الصينيه، وبعدين ادهن الصينيه بصلصه البيتزا. لو عاوزين طريقه عمل صلصه البيتزا اكتبولي في الكومنتات وانا هعملها لكم. هندهن بقى الصينية هندهن قصدي العجينة بصلصة الطماطم كويس جدا. دي طبعا صلصة الطماطم انا عاملاها في البيت للبيتزا. ندهنها بقى ايه كويس جدا كده علشان احشي فيها احشي بيها الحشوات اللي انت بقى ايه متوفرة عندك، والحشوات اللي انت ايه بتحبيها. ادينا بقى كويس جدا. متنسوش بقى يا بنات تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة. وبعدين احط الزيتون. حابه بقى شوف انت بقى حابه بتحشيها بالاول وحابه تحطي ايه، طبعا دي حريتك جدا، يعني دي حاجه حريه. شوف انت عاوزه تحشيها بحشوات كتير، عاوزه تحشيها بحشوات قليله، عاوزه تحط لها مثلا خضار بس، عاوزه تحط لها لحوم وحاجات زي كده اللي انت حباه. طبعا عندي الزيتون اللي هو الاخضر ده هو المتوفر عندي، فانا هحط زيتون اخضر. يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. وبعدين احط اللانشون. طبعا اقطع اللانشون كده قطع صغيره وبعدين احطه زي ما انتم شايفين كده. تقطعي بقى بايديك، تقطعي بالسكينه، طبعا انت اللي هتاكليه وانت اللي هتعمليه، فتعملي اللي انت حابه تعملي في البيت اعمليه. يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده هتعملي احلى بيتزا بدل ما تشتريها من بره بالشيء الفلاني وكل حاجه بقت نار. دلوقتي احنا هنعملها في البيت بكل سهوله. يا حبايب قلبي نحط بقى اللانشون كده. يا حبايب قلبي وبعدين نحط هنكمل بقى كده باللانشون. ونحط بقى كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. وبعدين احط الطماطم. طبعا الطماطم دي انا شايله القلب بتاع الطماطم علشان ما ينزلش كده ميته ويعمل لي الدنيا، فانا شايله القلب كده. وبعدين احط بقى الشرايح الطماطم دي. انت عندك فلفل، لو متوفر عندك الفلفل الاخضر هتحطيه، بس انا مش متوفر عندي فانا مش هحط. يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. وبعدين احط الجبنه. طبعا دي جبنه موزاريلا، انت عاوزه تحطي جبنه اي نوع ميكس جبن ان انت حباه حطي. انا بصراحه متوفر عندي هو الموزاريلا، فانا احط بقى الجبنه. هو كان يعني الصينيه دي كانت محتاجه بس الكيس كله، فانا بصراحه شلت شويه. فيلا بقى هنحط بقى كده الجبنه. طبعا انت عاوزه تحطي زيتون اسود، عاوزه تحطي فلفل اخضر. طبعا الزيتون الاسود والفلفل الاخضر ما كانش متوفرين عندي، فانا عملتها بالموجود. هتعمليها بطريقه سهله وبسيطه وبجد هتطلع معاكي تحفه. ادي يا بنات زي ما انتم شايفين كده. طبعا هدهنها بقى هدهنها احط كده الجبنه واوزعها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. يا حبايب قلبي وبعدين احطها
في الفرن. انا بصراحه مولعه الفرن على نار ايه كده هاديه، او اول ما بدات اللي انا افردها ولعت الفرن على نار ايه هاديه كده، يعني نار متوسطه، يعني مش هاديه خالص، على نار متوسطه. وبعدين احطها بقى ايه في الفرن. وادي شكلها يا بنات، شكلها تحفه جدا. وادي العجينه التانية. طبعا العجينه التانية دي طلبوا مني اللي انا ما احطلهاش جبن كتير، يا دوبك احط لها جبن بسيطه، عشان ما في عندي هنا في حدا ما بحبش الجبن، بحبش يعني طعم الجبنه الموزاريلا او شكل الجبنه الموزاريلا فيها. فانا بصراحه هنا بقى كده احط لها بس حاجه بسيطه من الجبن، يا دوبك بس تدي لون كده بسيط. دهنت كده بالايه بصلصة الطماطم او صلصة البيتزا. وبعدين نحط كده الزيتون، حطينا كده بقى الايه الزيتون. وبعدين احط الايه برضو اللانشون. وبعدين احط شرايح الطماطم. وبعدين احط الايه الحاجة بسيطة من الجبن خالص. احط كده اللانشون زي ما انتوا شايفين كده. طبعا زي ما قلت لكم، عاوزين تعملوها بالخضار بس ماشي، عاوزين تعملوها مثلا بالفراخ، عاوزين تعملوها باللحمه المفرومه او ايه تاني، او البسطرمه او اللانشون. طبعا دي حاجه ترجع لك انتي، وحاجه انتي حباها تكون بالايه. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده، طعمها بجد تحفة جدا بحاجة بسيطة كده، يعني ايه طعمها كده بسيط وطعمها حلو وطعمها بجد تحفة جدا. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده، حطينا بقى كده الايه اللانشون. وبعدين احط شرايح من الطماطم، حاجات بسيطة كده من الطماطم زي ما انتوا شايفين كده، وهتبقى معاكي تحفة جدا وطعمها روعة. اهو يا حبايب قلبي. وبعدين ادهنها بقى الايه، وبعدين بقى ايه احط الايه بنحط بقى الايه اللانشون كده. وبعدين هنحط الحاجة البسيطة من الجبنة الموزاريلا. انا طبعا حطيت حاجة بسيطة كده يا دوب بس تديني لون مش اكتر. اهو يا حبايب قلبي. ادي يا بنات طبعا سهلة، اي حشو عندك هتحطيه واي حاجة انت عندك هتحطيها. ملحوظ، انا بصراحة حطيت الجبنة زي ما انتوا شفتها كده، الجبنة ايه خدت لون كده ونشفت مني، حاجات بسيطة بس كان طعمها روعة. طبعا انت حابة تحطي مثلا الجبنة اهو دخلها الفرن وبعدين تسيبها كده ايه البيتزا كده تاخد لون بسيط، وبعدين تطلعيها تحط لها شويه جبن تاني اللي انتي حابه تعمليه، هتلاقيها كده الجبنه ساحت وتنط معاكي وهتبقى معاكي الروعه. نقطعها بقى كده يا بنات زي ما انتوا شايفين كده، هنقطعها بقى كده هتبقى معاكي روعه وطعمها حكايه. والله العظيم طعمها كان جميل جدا، وادي شكلها بجد كان تحفه جدا، وهتطلع معاكي يعني ايه حاجة كده جميلة خالص، يعني حاجة كده جميلة. نقطعها كده طبعا كويس جدا، وشوفوا الارضية من تحت عاملة ازاي، بجد معاكي تحفة. اهو يا حبايب قلبي بشيلها بقى ايه كده تشتغل معاكي بكل سهولة وهتبقى معاكي تحفة. اهو يا حبايب قلبي زي ما قلت لكم، انت عاوزه تطلعيها وتحطي لها، طبعا هي كانت بارده، يعني ايه انا طلعتها من الفرن وسبتها تهدى شويه تهدى، وبعدين ايه عملتها، بس كان طعمها روعه وشكلها تحفه جدا. انت بقى يا بنات حابين تطلعوها مثلا ايه تسيبوها تاخد لون كده،
وبعدين تروح احط لها شويه جبن تاني تطلعه، وبعدين تحط شويه جبن تسيح وتطلعها على طول. اللي انتوا حابينه اعملوه. شوفوا يا بنات شكلها تحفه جدا وشكلها بجد روعه، وطعمها كان تحفه جدا، طعمها والله العظيم كان هايل. ويعني بتكلفة بسيطة وبحاجات كده بسيطة وسهلة. انتي ممكن تعملها في البيت بأقل التكاليف وبأي حشوات انتي متوفرة عندك. ممكن تعمليها بخضار بس، تعمليها بأي حاجة تكون متوفرة عندك. باي باي.